بالنسبة لملف قوات سوريا الديمقراطية، هو الملف حاليا معني فيه الرئاسي. يعني الرئاسي الآن هي في خط للتفاوض، في مفاوضات، نعم، متولي هذا الملف الرئاسي. ونحن كوزارة الدفاع أي توجيه بيجي من الرئاسي بما يخص ملف قوات سوريا الديمقراطية فرح نكون جاهزين. تابعنا بعض التحركات لإرتال عسكرية. هلا هذا الشيء يعني غير دقيق، أحيانا يصير في نشر بقنوات رديفة. نحن بالنسبة الآن كوزارة الدفاع ملتزمين بقرار الرئاسي، فالرئاسي الآن هي في باب للتفاوض، وأي توجيه بيجي رح نكون نحن إن شاء الله جاهزين. إلى الآن لا يوجد توجيه بإمكانية استخدام ورقة القوة العسكرية ضد قوات سوريا حتى الآن ما إجا توجيه من الرئاسي. نعم. إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية، يعني هناك تحديات أخرى مرتبطة أيضا بهذا الملف. نعم. الموضوع التركي، تركيا هي حاسمة وحازمة جدا في هذا الموضوع، وهي قامت ببعض العمليات العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية بالطيران في بعض المناطق. أيضا كيف تتعاملون مع التدخل التركي لحماية أمنها القومي والتهديدات التي تتحدث عنها من قبل قوات سوريا الديمقراطية؟ نحن كإدارة جديدة حل ملف قوات سوريا الديمقراطية هو بشكل أساسي معني في الإدارة الجديدة للبلاد. بما يخص الأمن القومي للدولة التركية، نحن إن شاء الله عندنا مساعي حتى ما نشكل أي خطر على الدولة التركية، لكن إدارة ملف قسد هو سيكون سواء كان بالتفاوض أو بالحل العسكري هو سيكون عند الإدارة الجديدة لسوريا. المفاوضات تجري الآن كما ذكرت. نعم. والأمر مرهون بالإدارة السياسية، ولكن هناك نقطة مهمة جدا بيد قوات قسد، وهي سجون تنظيم الدولة، وهناك أعداد كبيرة. نعم. ما هي الاحتياطات المأخوذة الآن لئلا تستخدمها كورقة مساومة؟ نعم. في حال فشل المسار الدبلوماسي؟ هو التوجه الرئاسي في مسار التفاوضات أنه في أحد النقاط المهمة هي مسألة السجون اللي فيها جماعة تنظيم الدولة بالسجون. فنحن إذا نجح التفاوض إن شاء الله تعالى، هو أهم نقطة أنه يتم استلام السجون من قبل إدارة سوريا الجديدة من أجل ضبط هذه السجون و